بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على من بالصلاة عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار ورحمة العزيز الغفار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية. بما أنه رانا في موسم الحمضيات والليمون والبرتقال راه موجود بقوة في الأسواق الجزائرية وبأثمان في متناول الجميع، قلت علاش لا ما نديرش هاد القوارب ولا لي باركيت الورانج ولا قوارب موس البرتقال. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ونتمنى اللي مازال ما اشتركوش في القناه يدخلوا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد من قناتي، قناه لمسه بالله. بدون اطاله نبداو في الوصفه مع المقادير. هنا في اناء درت 125 غرام نتاع زبده طريه، يعني جبت لك العلبه تاع 250 غرام وقسمتها على 2 اللي ما عندهمش الميزان. هنا كما راكم تشوفوا راني نمعس فيها بالسباتول، على خاطر الزبده نتاعي راهي بارده. انا تعمدت نخليها بارده باش لي طاختو تاوعي ولا لي باركيت يجوني قابضين رواحهم ما يطراوش بالخف. وهنا اضفت 2 ملاعق كبار نتاع اكل سكر ناعم. كاين اللي يدير سكر كريستاليزي سكر حبيبات، بصح انا نفضلهم بالسكر الناعم. هنا زدت ملعقتين صغيرتين مملوءه نتاع فانيليا وحبه بيض متوسط الحجم، وغادي نمزج كل المكونات مع بعضهم بعض حتى يتجانس لي الخليط. بيسكو اليوم عندنا لو تيم نتاع البرتقال، هنا زدت باش نعزز النكهه زدت مبشور نصف برتقاله، زدتها مع داك خليط الزبده والسكر والبيض. هنا ندخل يديا باش نبدا نشف عجينه الصابلي بالطحين، وكما تعرفوا نضيفوه تدريجيا غير بسياس باش ما تنشفناش. عجينه الصابلي كما تعرفوا هي سهله وواعره، الا كان ديباسيتو المقدار تاع الطحين راهي تفسد وتولي تطلق في الزيت نتاعها، وبطبيعه الحال لاباط تجينا يابسه. دونك لازم نزيدوا الطحين تدريجيا. هنا ما نقدش نقول لكم المقدار شحال، على بالي بلي كاع الجزائريات فحلات ويعرفوا يخدموا الصابلي. دونك راكم عارفين القوام تاع الصابلي لازم تكون العجينه طريه وما تلتصقش في اليد. وبالمناسبه انا الطحين اللي استعملته هنا ماما لا تي 55، هي تشرب، هو النوعيه نتاعها تشرب بالخف. دونك لهذا ما نقدش نقول لكم المقدار، خاطر كل فرينه ونسبه لو دوغري نتاعها تاع الامتصاص تاع السوائل. صحيح هاني طميت العجينه وتحصلت على القوام اللي كنت نحوس عليه، طريه وما تلتصقش في اليد. وغادي نديرها ترتاح في كيس بلاستيكي من 15 دقيقه الى نصف ساعه. وهي هي ترتاح انا غادي نحضر كريمه البرتقال. هنا في كاسرونه درت 2 ملاعق كبار نتاع سكر، 3 ملاعق كبار ماشي مملوئين نتاع مايزينا او نشاء الذره، مبشور برتقاله. هنا عندي مقدار الكأس نتاع 220 مليلتر نتاع عصير البرتقال، وهنا نصف كأس عصير برتقال ممزوج مع عصير ليمون. بغيت هذيك نسبة الحموضة تدخل في هذه الكريمة. نخلط بارد في بارد وغادي نرفع الكل فوق النار حتى نتحصلوا على كريمة البرتقال كما راكم تشوفوا. هذه كاع على بالي سهلة وكاع تعرفوا ديروها. وغادي نفرخها في صحن باش تبرد.
وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، نديرها او كونتاكت على وجه الكريمه باش ما تربيليش هذيك القشره. وانا بيسكو كان عندي الوقت خليتها تبرد في المطبخ، ومن بعد دخلتها الفريجيدار باش غدوه من داك ان شاء الله نكمل المراحل نتاع موس البرتقال. لو طون اللي راهي كريمه البرتقال تبرد في خاطرها، راني رجعت للعجينه نتاعي، ها هي، وجبت هاد القوالب نتاع لي باركيت. ما عندكمش لي باركيت، عندكم لي طارتوليت. المهم انا درت هادو لي باركيت نتاع لي صالي، بغيتهم شويه كبار، وراني نفونسي في لي فون دو طارت هكذا، وندير هاد الخطوه كما راكم تشوفوا بصبعي باش العجينه ما تهبطليش في الفرن، يعني الحواشي ما يهبطوليش، لازم هاد الخطوه. هلا نزيد معكم حبه ثانيه. والله وصفه سهله وبنينه وراقيه، جربوها راح تدعوني ان شاء الله. أنا لازم هذيك الخطوه اللي وريتها لكم نتاع الحواشي باش ما يهبطوش في الفرن اثناء الطهي. صاير راني كملت كامل الحبات نتاوعي. دوك نمروا لهاد الخطوه اللي لازم نديروها، نثقبوا لي فون دو طارت تاوعنا بالفرشيطه باش ما يطلعوناش اثناء الطهي. كي نكمل ندخلهم في المجمد لمده نصف ساعه، ونكون نسخن الفرن تاعي على 170 درجه، ويطيبوا لي مده 25 حتى 30 دقيقه. كي يحمروا لكم شويه من الحواشي شوفوهم، طلعوا عليهم، كي تشوفوهم شويه داو اللون الذهبي خرجوهم وخليهم يبردوا مليح مليح، كل وحده والفرن تاعها مع المراقبه بيان سور. ودروك غادي نفوتوا لتحضير موس البرتقال. هنا جبت كاس تاع 220 مليلتر نتاع غبره الشونتيي، ونصف كاس نتاع عصير البرتقال. انا حبيت نطلعها بعصير البرتقال باش نقعد توجور في لو تام نتاع لي زورانج. وتبغوا تطلعوها بالماء طلعوها بالماء، ما كاش كاع مشكل. راني نطلع فيها بالدراب الكهربائي حتى تتماسك الكريمه جيدا. هي دي تمسكت الكريمه. من بعد جبت لا كريم نتاع البرتقال اللي خليتها تبات ليله كامله في الثلاجه، وغادي نفتحها بالدراب الكهربائي. تشوفوا هذاك لازم نكسرها كامل، يعني نرجعها طريه، نتخلص كامل من هذوك الحبيبات. هي دي صاي وصلت لهاد القوام. انا غادي نحبس، وفي هذه المرحله غادي ندخل لا كريم شانتيي في كريمه البرتقال. نمزجهم غير بالسباتول، غير بشويه، بلا ما نستعمل الدراب الكهربائي باش ما تجراليش الكريمه. غير بشويه ندخلهم كما راكم تشوفوا. هنا لاحظت باللي لا كولور نتاع الكريمه كي شغل بهاقت لي. هنا هذه اضافه من عندي، زدت لها
الملون والمعطر نتاع البرتقال، ولا الليمون، عفوا الليمون، ما كاش عندي تاع البرتقال. ولا بغيتو تعزوا النكهه واللون، تنجموا تضيفوا ليكستري تاع البرتقال ولا عطر البرتقال. هما دو لي باركات تاوعي خداو لداك اللون الشباب الذهبي الخفيف وراهم باردين. ودرت الكريمه نتاعي في لابوشادوي باش نزينهم بهذه الطريقه، وكل وحده وطريقه التزيين تاعها. نشوفوا الطريقه تقلبوا لابوش وتدوروا كيما هكا وخلاص. يعني سهل، تزيين راقي وسهل. هنايا تاني درت اون غوزاس هنايا في هذه التختلات. وغادي كامل نكمل الحبات اللي عندي اللي بقاو، ونكملهم التزيين بهاد القطع البرتقالي اللي بقاو لي. انا قطعتهم ارباع وزينتهم بطريقه بسيطه، وفي الاخير زدت رشيتهم بمبشور البرتقال. نتمنى لكم الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم وراقت لكم. ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم في هذا الشتاء، تبروفيتيو في هذا الموسم تاع البرتقال. كتروا من البرتقال والليمون، مليح لصحتنا. واستناوني في وصفه جديده ان شاء الله. اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره، ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. تحيات لمسة بالله.